أخبار نادي الزمالك. الزمالك يقرر قطع إعارة مشلاك ورجوعه إلى نادي أحد. الكلام دوت لسه حاصل دلوقتي، ومشلاك سيحصل على 650 ألف دولار مقابل رحيله قبل ما يخلص يعني الإعارة بتاعته. طبعا الكلام ده كان صفقة من كابتن أحمد سليمان، صفقة فشل 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 في كل شيء. لاعب لا يستحق حتى أن يلعب في مركز شباب، مش يلعب في نادي، لا يلعب في مركز شباب عموما يعني. الزمالك خلص خلاص محمود جهاد، وهينتظم في التدريب من بكرة إن شاء الله مع نادي الزمالك، بالإضافة كمان إلى اللاعب أحمد حسام. الزمالك خلص في محمود جهاد وأحمد حسام، صفقتين أنا شايف إن هم هيظبطوا شوية العيب اللي موجود. يا ريت إن شاء الله محمود جهاد هيقعد دونجا إن شاء الله، يعني لغاية ما دونجا يرجع لمستواه، لأنه بيعمل كمية ميس باص غريبة. مش عارف بيعمل، وفاكر نفسه مارادونا، كل شويه يسقط الكره لحد جوه وهي ما بتروحش لحد، ولا بتروح للمهاجم ولا بتروح للوينج، ولا حتى بيلحقوها، تطلع كورنر يا اما بتروح للعيبه التانيه اللي في الفرقه المضاده. محمود جاد ان شاء الله يظبط الدنيا، واحمد حسام صفقه جيده. ولسه الزمالك هيخلص في كذا صفقه، المفروض يعلن عليهم بكره بعده، يعني خلاص يومين ثلاثه وهيعلن عن باقي الصفقات.